السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة يوميات أم طموحة. جمعة مباركة لي وليكم وللأمة الإسلامية أجمعين، آمين يا رب العالمين. كي راكم خياتي؟ طمنوني عليكم، على صحتكم، على وليداتكم، على أهلكم، خاصة اللي جوزوا ولادهم شهادة البكالوريا. طمنونا عليهم، يا درا خدموا ما خدموش، إن شاء الله يا ربي كامل تفرحوا بهم وكامل يكونوا من ناجحين وكامل يجيبوا معدلات ممتازة ونشوفوهم في أعلى المناصب بإذن الله. كي راكم نتوما؟ كي راهي صحتكم؟ واش راكم دايرين فيها مع العطله مع ذراري، بما انه راهم ذراري في الدار؟ على بالي بلي راكم غير مع الضبيح ومع العياط، واسكت انت وريح انت وخلي خوك انت. وهذه هي العائلات الجزائريه في فصل الصيف. المهم يقعدوا غير بخير، هذا ما كان. المهم خياتي، اسمحوا لي بالبزاف على الغيبه. صراحه التليفون تاعي كان يتبلوكا، يعني ما كانش يصور لي. وثاني كي شغل وليت نصور غير من عند التليفون تاع الزوج تاعي. الزوج كان الفيديوهات اللي صورهم عنده ما يبعثهم ليش، يطول، مره يقول لي راني مشغول، مره يقول لي خليه من بعد، كل مره يقول لي خليه من بعد. مالي على هذيك طولت عليكم، ولكن ورجعت لكم بجديد واخيرا. ماشي غير راني فرحانه، راني ميته بالسعاده، لانه واخيرا تهنيت من الخردة اللي كانت في داري، وتهنيت من الشقه اللي كان في داري. باسكو كيما على بالكم باللي انا الدار هذه اللي راني ساكنه فيها ما فيهاش البلاكارات، على عكس الديور اللي سكنتهم من قبل الدار اللي نروح ليها نصيب فيها البلاكارات. معناها القش نتاعي، دوزان، الفراش، الالعاب تاع ذراري، الحاجات اللي زياده ليسونسيال كنت نصيب وين نديرهم. مي هذه الدار كيما راكم تشوفوا كبيره وواسعه، ما عنديش وين نخبي فيها الحاجات اللي زياده صراحه، باش ما نزوخ ما نكذب ما والو. قد ما نخمل ما تبانش عليها، قد ما نفرز، قد ما نستيكي، قد ما نبدل الديكور ما تبانش عليها، باسكو ما صبتش وين ندير الدوزان والفراش والماعن والحاجات اللي زياده. مالي كما راكم تشوفوا هنا، اول حاجه درتها خياتي بدلت الديكور وقلبت الشنابر. هذه الشمبره الوسطانيه اذا تشفاو في المره التاليه درتها شمبرتي، باسكو قلت لكم باللي صغيره ودافيه وتبان فيها التخميله. من بعد طلعت مع راسي وهبطت، قلت لا لازم نرجعها شمبره تاع ذراري، باسكو انا ولادي كنت دايرت لهم شمبره اذا تشفاو هذيك الكبيره كانت فارغه، والتلفزيون دايرته لهم في الصالون، معناها كانوا يلعبوا في الصالون، ياكلوا في الصالون، يفسدوا في الصالون، كل حاجه يديروها في الصالون. معناها لو كان يجيني كاش ضيف ولا مانيش عارفه واحد زياره على غفله، هذاك الصالون رايح يكون كارثه. مالي قلت خليني نرجع هذه شمبرتهم ونرجع نتولها لهم ونديرها لهم كيما راهم متمنين. النتيجه خرجت واو. انا ما رانيش راح نحكم وحدي، انتم دوكا في نهايه الفيديو اعطوني رايكم. المهم هنا كيما راكم تشوفوا راحوا دراري يقراو. صراحه هنا كي كنت نفرز ونخمل ما كنتش كامل دايره في راسي باللي رانا رايحين نشرو كلش للشومبره. انا كنت دايره في بالي نشري لهم شويه العاب، نشري لهم كره السله باسكو عندهم شحال وما يحوسوا عليها، نشري لهم شويه دوزان، يعني حاجات نلتيهم بهم. ومره واحده اخرى ان شاء الله باذن الله، هذا اخر احتمال كنت دايرته في راسي، انه نشري لهم كنابيات ونشري لهم زربيه ونشري لهم كامل واش راهم متمنين. كي هدرت مع الزوج قلت له باللي ذريري راهم حابين يشروا كره السله وراهم حابين يشروا شويه حاجات للشومبره نتاعهم. قلت له واش رايك؟ قال لي وعلاش ما نكملوش ونشروا لهم لي كنابي ونشروا لهم خزانه ونشروا لهم زربيه. الفرحه نتاعي كانت اكثر من الفرحه نتاعهم. المهم هنا خياتي بالنسبه الالعاب هذوما شريتهم لهم بدراهمهم نتاع العيد، باسكو راهم من العيد الصغير وهما يطموا، الفرق ما راحتش منهم. ايماجينو كي يحبوا يشروا حاجه ما يحبوش يخلطوا في دراهمهم، يجوا لي انا ولا لباباهم يقولوا اعطينا نشرو فراش ولا زريعه ولا اي عفسه، واذا مثلا احنا كنا محتاجين الصرف ودينا من دراهمهم يقولوا لنا رجعوهم لنا. ليسونسيال من العيد الصغير حتى للعيد الكبير وهما يطموا، صراحه طموا مبلغ مليح. هذوما الحاجات اللي شريتهم لهم من دراهمهم بكل صراحه، يعني حاجه في الفايده ماشي في الخساره. هنا بالنسبه لكره السله هذيك ولا السله هذيك شريتها لهم 150,000، البالون تاعها شريته لهم 50,000. مع الاسف البالون الدقيقه اللي وصل فيها للدار، الدقيقه اللي فشوه ما على باليش كامل واش داروا له. والزربيه هذه ولا التابي هذه صراحه كنت حابه نشري وحده كبيره. ايامي الدراهم صراحه ما كفاونيش، الكبار سبتهم من 250 وطلع. هذه كي شغل جايه متوسطه ما جاتهمش كامل في الشمره، تفي بالغرض. هذه شريتها لهم ب 170,000. وهنايا هذه التفريشه كما راكم تشوفوا لاوس ولا ودرع
والمخده هذه شريت لهم زوج كيما راكم تشوفوا، صراحه ما راهمش نفس اللون، ماشي انا اللي ما كنتش حابه نفس اللون، المشكله اني درت من بعد ما صبت وكانت سخانه، اي قلت خليني نجيب لهم كل واحد لون مختلف على الاخر، ومره واحده اخرى ان شاء الله باذن الله نرجع نشري لهم زوج كيف كيف. هنا هذه في يوم اخر، هذه قبل ما نشري لهم تاع الشمره، هنايا كانوا يكرهوا ويظلوا مدابزين في الدار ويفوت عليهم نهار طويل، ما يقدر نديهم للجامع نديهم للمكتبه، مرات ما يروحوش ويقعدوا في الدار ويقعدوا مدابزين. ايا ما شريت لهم هذوما الكراريس اللي راكم تشوفوا فيهم. هذا الكراس تاع اونغلي شريته للطفل الكبير باش يتعلم الاونغلي، يتعلم الخط، يتعلم بزاف حاجات، باسكو العام الجاي ان شاء الله باذن الله يكون سنه ثالثه، راهم رايحين يدخلوا لهم الفرنسي ويدخلوا لهم الاونغلي. بالنسبه للكاي تاع الفرنسي، المكتبه اللي رحت ليها كانوا مازالوا ما جابوش واحد كيما هذاك، قال لي المره الجايه ان شاء الله جبت له غير تاع الاونغلي، وهذا مال الطفل الصغير باسكو العام الجاي ان شاء الله سنه اولى والخط تاعو كارثه. ايا مالي جبت له كراس نتاع الخط تاع الحروف، وجبت له كراس نتاع الارقام. وهنا كيما راكم تشوفوا باش ما يتسبوا لي ما يقولوا لي يا ماما ما عندناش الالوان وما عندناش الاقلام، يعني ما يتسبوا لي ما يقولوا لي ما عندناش باش نكتبوا. كيما راكم تشوفوا رجعت جبت لهم كلش جديد، جبت لهم الالوان، جبت لهم الستيلوات، جبت لهم الاقلام، جبت لهم الانبوبات تاع اللوحه باش نقريهم. ليسونسيال ما خليت لهم حتى حاجه باش ما يتسبوا، كيما قلت لكم ما يقولوا لي ما عندناش باش نخدموا. المهم لحد اللحظه تقدروا تقولوا باللي الحاجات اللي يحتاجوها في الشمره نتاعهم كامل شريتها لهم، ويعني الحاجات اللي نقدروا عليهم. بالنسبه للسله هي الوحيده اللي ما ركبناهاش باسكو الشينيور ما راهوش عندنا، على هذيك مازلنا ما ثقبنا لهمش. هذوما الكتابات يا خياتي اللي عندها اولادها مقبلين على السنه الاولى ولا السنه الثالثه صراحه روعه روعه روعه. هنايا نروحوا للمفيد. هنا دراري كانوا مازالهم يقراو، ايا مالي تلاقيت انا والزوج ورحنا وين رحنا المحلات البركه للتقسيط، يكثر خيرهم وربي يعطيهم ما يتمنوا باسكو حنا كليونت عندهم كيما قلت لكم، وصراحه لو كان يخطونا نضيعوا طبعا بعد ربي سبحانه. هنا لو كان نقول لكم هذوما المابل شحال جبناه ما تامنوش راسكم. بالنسبه لي كنابي طاحوا لنا 840 الف للواحد، ولا والخزانه مليون و400 للوحده. ايا مالي حنايا في التقسيط كيما قلت لكم ما يطلبوش منك دراهم بزاف، يعني يطلبوا منك مبلغ تفيرسيه المره الاولى، من بعد يبداو يدولك كل شهر على عامين. ايا مالي حنايا مدينا لهم في كل حاجه 100 الف، ايماجينو على كل كنابي 100 الف وعلى الخزانه 100 الف، وجبناهم وجينا. انا يا خياتي فاش تعجبني الفاسيليتي بكل صراحه، كي شغل كيكونوا ما عندكش دراهم وتكوني هذيك الحاجه محتاجتها ضروري يمدولك وراكي تخلصي بشويه، عكس ما انك تروحي تشريها كاش ويكونوا دراهم ما عندكش وتتسلفيهم من عند كاش واحد ويبدا يدير لك فلا بريسيو ويبدا يقول لك رجع لي دراهم وما على باليش تكرهي انك شريتي هذيك العفسه. المهم هنا كما قلت لكم التليفون ما راهوش يصور تاعي، هنا طبعا قبل ما نخبي فيهم مسحتهم كامل من هذيك الغبره ودرت فيهم هكا ليدرا من الداخل، ودرت فيهم كامل الحاجات اللي عندي اللي كانوا مضيقين لي الخزانه، الكوفرطات، المخاد، الحاجات اللي زياده ليسونسيال كامل درتهم في هذوك لي كانابي. وهنا جيت للخزانه تاع دراري ثاني كمسحتها كامل من الغبره ودرت لهم كامل الحوايج كيما راكم تشوفوا، حوايج الشتاء من الفوق والحوايج الخارجه وحدهم، والحوايج اللي يلعبوا بهم من تحت ثاني وحدهم، الكاسكيطات، المحزمات، التقاشر، ليسونسيال كل حاجه درتها في بلاصتها. وطبعا جيت زحمتهم شويه، الجهه اللي من هيك درت لهم الدوزان تاعهم وبقات جهه فارغه درت فيها الكتابات تاعي انا اللي كنت نقرا بهم، الدوزان السيكان تاعي. قال لي مولا بيتي خزانه الكبيره راكي تسيت دايتها كامل وحدك وزيتي جيتي تزاحمي في هذه. قلت له انا كي تعطوني زوج خزانات وما يكفونيش. المهم هنا كما راكم تشوفوا صراحه ما خملتهاش واو باسكو كنت ميته بالتعب لانه نهار كامل وانا واقفه على رجل من الميناج. بديتها كيما شفتوني خملتها سيقتها حكيت لها الحيطان فرزتها، ثم كي جبنا المابل وجبنا كامل الحاجات حطيت كلش على النقا. وهنا هذوما الحاجات ديكوريت بهم من الفوق كما راكم تشوفوا. هنا هذا هو الشكل النهائي تاع الشومبره تاع ولادي. اعطوني رايكم فيها وقولوا لي اذا عجبتكم التخميله ولا ما عجبتكمش. انا ما تهمنيش التخميله قد ما تهمني انه حالتي تفرزت وحشاكم الخرده كامل يعني اللي ما نستحقهاش رميتها، وكل حاجه جات في بلاصتها باسكو من قبل كنت قد ما نخمل حاجه ما تبان والان الحمد لله. المهم هنا خياتي كون وصلنا نهايه لا فيديو. اعطوني رايكم في الشومبره واذا عندكم كاش اقتراحات ولا كاش تعديلات خلوها لي في التعليقات. هنا نكون وصلنا للنهايه، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في رواحكم وسلام.